الكينج محمد منير قال لك الدنيا كلها شبابيك، وانا بقول لك انسى شبابيك خالص، لان الجديد دلوقتي انك تبني البيت من غير ولا شباك. طب هنتنفس ازاي هندسه، وهندخل ازاي التهويه الطبيعيه؟ في الفتره اللي فاتت انتشر بيوت في الامارات والسعوديه وتونس ما فيهاش ولا شباك ولا حتى بلكونه، كتله صماء شكلها حلو فقط لا غير. بس ده تصميم جمع بين الماضي والمستقبل، تصميم مودرن حديث مستقبلي شكله حلو بيحافظ على تراثنا وثقافتنا العربيه. وبالنسبه لان الكتله من بره مقفوله على نفسها، فهتقول انا هقعد جوه صندوق مقفول عليا؟ لا، ده ما حصلش ابدا، لانك اول ما تدخل البيت هتلاقي الاترم اللي موجود في نص البيت وكل الشبابيك والغرف بتطل عليه ومفتوح من فوق بحيث انه يدخل تهويه للبيت كله. وعلى فكره الطريقه دي مش جديده، لو دخلت اي بيت من بيوت التراث الاسلامي هتلاقيه متنفذ بالطريقه دي. وبتعمل بالطريقه دي لسببين، اهمهم الخصوصيه لان احنا حريمنا ما بيتكشفوش على غرب، وتانيهم ان البيت ما يتعرضش لاشعه الشمس الدايركت اللي تخليه حر طول النهار، فبالتالي يبقى متهوي طبيعي ونقلل من استخدام المكيفات وتكاليف الكهرباء. ولو ما تعرفنيش فانا مصطفى الدمرداش، مهندس معماري بقدم معلومات عن العمارة. وبعد الفولو واللايك اكتب لي في الكومنتات تفتكر ايه اقل مساحة ممكن ننفذ عليها بيت من البيوت.